السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وتكون صحتكم مزيانة ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم طورطه باردة بالكراميل والبسكوي، بنينه بزاف ما تشبعوش منها، ديال هاد الوقيته اقتصاديه، كتجي لذيذه. انا متاكده الا جربتوها غادي تعاودوها وتعاودوها ان شاء الله وما تملوهاش، لان بصراحه كتجي معلكه وبنينه بزاف، واهم حاجه انها اقتصاديه. علاش لا؟ حتى انت حضريها لوليداتك في هاد الصيف، تمتعوا بها في هاد العطله، علاش لا؟ واهم حاجه انها اقتصاديه. ما تنساونيش اخواتي باللايكات ديالكم، وتخليو لي شي تعليق محفز، علاش لا؟ وهكا كتشجعوني باش دائما كنشارك معكم هكا الوصفات ديالي الاقتصاديه. كنتمنى تعجبكم هاد الطورطه. خليكم مع طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا 2 ديال البيضات بحراره المطبخ. من الاحسن باش هكا الكيك ديالنا كيجي خفيف، ما يكونش البيض بارد. نصف كاس ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الزيت، تقريبا بالمعلقه 7 ديال المعلقات، يعني 7 المعلقات ديال الزيت، 7 المعلقات ديال السكر سنيده. اللي ما عندهاش الكاس ديال العنبه تعبر به، اولا اي كاس عبرتي به غديري نفس القياس في الزيت في السكر من طبيعه الحال وانت غاده. و2 ديال البيضات، الحجم ديالهم يكون متوسط، الا كانوا كبار كديري غير وحده من الاحسن، اما الا كان متوسط ديري 2. صافي كنطلعوا هذا الخليط اولا خلطوا غير بالطراب اليدوي. المهم الخليط ديالنا خاصو يتخلط مزيان. صافي في هذه المرحله كنكملوا باقي المكونات اللي عندنا. غادي نضيف كذلك نصف كاس ديال الماء وساشي ديال الكاكاو، لان الكيك ديالي غادي يكون بالمذاق ديال الشوكولا. ساشي ديال الكاكاو فيه المذاق واللون. هذا الساشي هذا بنين، ما ديروش ديال العبار من الاحسن، كيكون فيه مذاق مجهد وزوين. صافي كنخلطو مزيان. غادي نضيف الدقيق، تقريبا الدقيق كذلك 7 ديال المعلقات بالضبط. اللي ما كتعرفش تعبر بالكاس ضيفوا 7 ديال المعلقات. المهم على حسب نوعيه ديال الدقيق ضيفوا 6. الا شفتوا الخليط ديالكم باقي خفيف كتضيفوا كتزيدوا معلقه 7. غالبا غادي تضيفوا 7 ديال المعلقات. صافي وكنستمروا. انا عندي هنا عابراهم من قبل، يعني كنضيف ديك المعلقه كبيره مع ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه دائما باش نتاكدوا. كنكتبوا رقم 8 وكنعرفوا القوام ديال الخليط ديالنا. شوفوا كيبدا تختفي ديك 8 غير بشويه، صافي هذا هو القوام 100%. اذا كانت 8 كتهرب دغيا عرفوا باقي خاصو الدقيق. صافي هنا كناخذ هذا المول هذا اللي كيتحل، دهنته وفرشت ليه ورق ديال المطبخ، كنوزع عليه داك الخليط ديال الكيك بالتساوي باش ما يجيناش طالع غير من الوسط والجناب هابطين، باش يجينا واحد الكيك اللي هو متساوي. وصافي كنطيبوه بطبيعه الحال 15 دقيقه ما وصلاش. دائما كنطيبو كما كنطيبو الكيك ديالنا عاده، نار اللي هي كتكون مهيله. الفرن ما كنسخنوهش من الاول، يعني حتى كنبغيو نضيفو الكيك ديالنا عاد كنشعلوه. 15 دقيقه ما وصلاش وها الكيك ديالنا كيكون واجد. دائما كنضربو كنحيدو دوك الفقاعات. صافي بالنسبه للكريمه غادي ناخذ لتر ديال الحليب. غادي نخليه واحد شويه باش نسقيه من بعد، ما غاديش نديرو كامل بما انا مبغيتش نحط طبقه كبيره ديال الكريمه. غادي نضيف تقريبا واحد 3 حتى ل 4 دقائق ديال النشا اولا لا كريم باتيسير بودر. انا هنا ضفت غير النشا. 2 ساشي فلون فاني. الا كان كراميل غيكون احسن، بما انني غادي نضيف كراميل مجهد من بعد ضفت غير هذا بالنسبه للكريمه الوسط عفوا. صافي هذا زوين لان كيشد مزيان بكل صراحه. الا لقيتوا اي نوعيه كتفضلوا اولا متوفره عندكم ماشي مشكل. صافي غير 2. وغادي نضيف سكر سنيده تقريبا واحد 4 ديال المعالق على حسب الذوق. شوفوا نتوما شنو كتفضلوا على حسب حتى المعلقه نتاعكم. الا كانت ديك السبوله الغارقه
تضيفوا غير 3 كبار، الا كانت معلقه صغيره شويه كتضيفوا تقريبا حتى ل 4 حتى ل 5. المهم على حسب السكر كيبقى على حسب الذوق، يعني ما كنتناقشوش فيه بطبيعه الحال. كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بصفه نهائيه. صافي وكنحركو مزيان. اولا كتضيف كتكون في الكريمه والكيك لا، او الا كنتو درتوها في الكيك الكريمه لا وانتم غاديين. غادي نضيف كذلك ساشي ديال الفاني، وغادي نخلط هادشي كله على البارد، يعني حليب بارد وهاد المكونات كاملين درت مزيان حتى نحسوا بان حتى حاجه ما بقات. عاد غادي نديه فوق من البوطه مع التحريك المستمر، ما كنوقفوش حتى كيتقال لينا الخليط، عاد كنحيدوه من فوق البوطه، يعني ما كنحيدوش يدينا نهائيا. صافي هنا الكيك ديالي من بعد ما وجد كما كتلاحظوا كيجي غزال طايب. كنتقبوه هكا غير واحد شويه بالظهر ديال المعلقه، وغادي نرشو واحد شويه ديال الحليب، يعني القليل فقط، يعني ما غاديش نكثر بزاف باش ما تجينيش لان تبقى هاد الكيك عندنا رقيقه. صافي اولا كاس ديال الماء مع نيسكافي اولا اللي عندكم. الكريمه ديالي هنا من بعد ما وجدات غادي نضيف لها كاس ديال الياغورت. بطبيعه الحال كنحركوا الكريمه ما كنسمحوش فيها، كنحركوا نحركوا نحركوا يعني حتى كتوجد. هذه شي حاجه اللي معروفه، لان النشا الا هبط لينا لتحت وتحرق ما صافي ضاعت لنا الكريمه نتاعنا. هنا كنضيف لها واحد الياغورت كريمي اولا اللي توفرتوا عليه بطبيعه الحال. نحركوا مزيان 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 حتى كنحسوا بداك الياغورت ديالنا كامل دخل في ديك الكريمه ديالنا. كما كتشوفوا راه ما ثقيلاش بزاف، يعني غادي تبرد. وهنا عندي بسكوي هيرنيس اولا صابلي اولا اي بسكوي كتفضلوا المذاق ديالو كتضيفوه. هنا درت 2 علب حتى لاخر مرحله، وغنحرك غير شويه ماغاديش نهرسو وما نخليهش يذوب 100%. الوليدات كيموتوا على شي حاجه بحال هذا الشيء، وبما اننا محضرين لوليداتنا ضروري غادي نخلي دوك القطع ديال البسكوي باينين. صافي هنا غادي نفرغوا فوق من الطبقه ديال الكيك، نحاولوا اننا نوزعوه بالتساوي. صافي وغادي نخليه يبرد مزيان. متاكده الا جربتوه غادي تحمقوا عليه. وتبعوا وديروا هادشي كامل اللي عطيتكم، كيجي بنين اقتصادي، ماشي شي حاجه اللي هي خياليه. كلشي بسيط بسيط بزاف ولكن لذيذ. توجدوه هكا العشيه، الوليدات ما كيبغيوش يتعشاو مع هاد الحراره، مع كويس ديال العصير اولا كويس ديال الحليب كيجي رائع ما تشبعوش منه. بالخصوص الا وجدتوه في العشيه وبات وارتاح مزيان وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. دائما هذا النوع ديال الكيك اللي كيكون بارد هكا ضروري كيحتاج انه يبات باش كيزيد يتشرب مزيان. صافي هنا غادي نخليه يبرد. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي غزال. صافي هنا غادي ندخلو باش بطبيعه الحال نخليه غير فوق طاوله العمل حتى يبرد مزيان، عاد ندخلو للثلاجه باش يبرد مزيان. هنا خديت واحد شويه ديال الشكلاط تقريبا واحد 100 غرام ديال الشكلاط، غادي نديرو فوق من حمام مريم حتى يذوب. غادي ندوبو غير بوحدو ما نزيد له حتى شي حاجه، يعني هكاك زلافه كنديرها فوق من الماء طايب وكنبقى نحرك الشكلاط ديالي حتى كيذوب. وغادي نضيف له 2 كيسان ديال ياغورت كراميل اي نوع لقيتوه اولا اي نوع عندكم، كنخلطوا داك الكراميل مع الشكلاط مزيان حتى كنحسوا بالشكلاط ديالنا كامل منسجم مع الكراميل. ما شاء الله كيجي واحد الكريمه لذيذه بزاف، مزيج ما بين الياغورت كراميل مع الشكلاط كيجي بنين بزاف. هي اللي غادي ندير في الطبقه الثالثه. صافي المهم كنحركو مزيان حتى ما كيبقاوش عندنا دوك القطع ديال الشوكولاته. نتوما كتشوفوا كامل دايب ما شاء الله. وغادي نوزعو في الوجه ديال الكيك ديالنا على هذا الشكل. راه يمكن لكم ديروا اللي بغيتو، انا شاركت معكم شي حاجه اللي بسيطه. هذا الخليط ديال الكيك بالبسكوي مع هاد الصلصه ديال الياغورت ديال الكراميل مع الشوكولا كيعطي واحد المذاق خطير ما تشبعوش منه، بنين بزاف 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 بزاف. انا متاكده غادي يعجبكم بزاف، غير جربوه على حسابي ما غاديش تشبعوا منه نهائيا. وبطبيعه الحال زينوه باش ما بغيتو. بطبيعه الحال حتى كتبرد لينا الطبقه الاولى الثانيه عفوا حتى كتبرد لينا مزيان عاد كنضيفوا هاد الطبقه الثالثه عفوا. صافي كنحاولوا اننا نسرحوه مزيان على الوجه، مورا ما كيجيش شاد راسو بزاف، كيجي واحد الطبقه اللي هي رطبه وزوينه
كيجي الشكل ديالو رائع، والمذاق ديالو اهم حاجه اروع ما يكون، بنين 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 واقتصادي. علاش لا؟ حتى انت فرحي وليداتك في هذه العطله، برعيهم يا لاله كل مره وجدي لهم حويجه هكا بارده ديال الدار احسن من داكشي ديال الزنقه. انا متاكده غادي يعجبهم ويحماقوا عليه وغايقولوا لك عاوديه لنا وعاوديه لنا وعاوديه لنا. كنتمنى تجربي وتخلي لي الراي ديالك في شي تعليق، علاش لا؟ وما تنساونيش اخواتي من اللايكات ديالكم، وتخليو لي شي تعليق هكا اللي هو محفز اللي كيخليني دائما دائما انني نشارك معكم الجديد ديالي المتواضع. شكرا لكم، مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله. ولا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك ابوني باش هكا توصلي دائما بالجديد ديالي. نخليكم مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.